حابة أتكلم النهاردة معاكم عن ملف مهم قوي وهو بناء الشخصية. إزاي أقدر أبني شخصيتي من جديد؟ طيب، هل الشخصية بتولد بيها؟ الشخصية بتبنى من خلال التجارب، من خلال التربية، من خلال المواقف اللي بتحصل لي بتبنى. وبالتالي لو أنا شايف إن أنا شخصيتي ضعيفة فأنا ممكن أبنيها. لو شخصيتي كانت قوية فأنا ممكن أقويها أكتر أو أخليها أفضل وأفضل. طيب، يعني إيه شخصية؟ الشخصية ببساطة شديدة هي البصمة النفسية اللي بتخلي ليا طريقة وتفكير وأسلوب وإحساس وتصرف وشعور معين. فالشخصية هي الحاجة اللي بتظهر للناس من بره، بيقدروا ان هم يشوفوها. اقدر اقول ده شخصيته عاملة كذا، ده شخصيته عاملة كذا. طيب، ايه العلامات اللي بتقول ان انا عندي شخصية قوية؟ اول علامة ان انا عارف نفسي. تاني علامة ان انا ممكن ان انا اغير في رأيي بسهولة، مش شايف ان دي حاجة يعني تقل مني، لا. فبغير من رأيي لما اشوف رأي تاني افضل من رأيي بتبناه. طول الوقت بشوف رأيي وبعدله وبتعلم حاجات تانية، فانا طول الوقت شغال على فكرة رأيي، ما عنديش تمسك بقى برأيي ورأيي ما بغيروش. بحترم حدودي وبحترم حدود الآخرين، دي من قوة الشخصية. مش بخاف ان حد يرفضني، ما عنديش مخاوف من الرفض. عندي ثبات، درجة من درجات الثبات النفسي في وقت المشاكل والأزمات. ده اللي بتقول ان انا عندي شخصية قوية. طيب، الشخصية القوية بتتأثر بإيه؟ بفكرة التربية، فكرة المواقف اللي حصلت لي قبل كده، فكرة التجارب اللي أنا مريت قبل كده بيها، كل ده بيأثر في الشخصية. طيب، ايه اكتر حاجات ممكن تعمل لي ضعف في الشخصية او تضعف شخصيتي؟ الخوف من الرفض، طول الوقت انا بسعى لارضاء الاخرين، جلد الذات، عدم وجود حدود واضحة مع الاخرين، الاعتماد في ان انا اشوفني من خلال رأي الاخرين فيا. الحاجات دي لو موجودة معناها ان انا عندي شخصية ضعيفة. طيب، ايه هي الخطوات اللي انا اقدر ان انا اعتمد عليها في فكرة بناء الشخصية؟ اول خطوة اعرف نفسي. طيب، أعرف نفسي إزاي؟ من خلال أراقبني في 4 مواقف. أول موقف هو إيه أكتر حاجة بتضايقني، إيه أكتر حاجة بتفرحني، لما بكون تحت ضغط بتصرف إزاي، إيه الحاجات اللي أنا ببقى اللي بتقودني في حياتي، أو مثلا بقول السعادة بجيبها إزاي، النجاح بجيبه إزاي. فإيه رابط إيه بإيه؟ رابط السعادة بإيه؟ رابط النجاح بإيه؟ رابط الرضا بإيه؟ رابط السكينة بإيه؟ لما إيه يحصل أبقى عندي سكون. فرابط إيه بإيه؟ إيه الحاجات اللي بتقودني في حياتي؟ طيب، فدي أول نقطة، بعرف نفسي من خلال النقاط ال4 دول. بحدد قيمتي، لأن القيم هي البوصلة اللي أنا بمشي في الحياة بناء عليها. فالقيم بتاعتي هي ببقى عارف قيمي. إيه قيمي اللي أنا موجود في الحياة دي بسعى لتحقيقها أو لتلبيتها؟ فوضوح القيم من الحاجات اللي بتخلي عندي شخصية قوية. وضوح الحدود، بعرف احط حدود من خلال اراقب نفسي في 3 مواقف. بعرف اقول لا من غير ما بزعل، بعرف اقول لا. بعرف اعبر عن رايي ومش بيهمني زعل الاخر، يعني هعبر عن رايي حتى لو اللي قدامي هيزعل، انا هعبر عن رايي. بختارني. ايه اول موقف اخترتني وما اخترتش اللي قدامي؟ يبقى ايه اول موقف انا قلت فيه لا من غير ما اللي قدامي يزعل، ما يهمنيش اذا كان زعلان ولا لا. ايه اول موقف اخترتني بدل ما اختار اللي قدامي؟ ايه الموقف اللي انا عبرت فيه بدون ما اخاف ان اللي قدامي يزعل؟ طيب، اخر نقطة في بناء الشخصية هي تحمل المسؤولية. انا بتحمل مسؤولية نفسي ومنها مشاعري. فما اللي عنده شخصية قوية ما يقولش اصل هو عصبني، اصل هو نرفزني، اصل هو قل مني. مشاعري مسؤوليتي، دي اول المسؤوليات اللي انا لازم احطها في بالي وابقى فاهم مشاعري مسؤوليتي ومشاعر الاخر هي مسؤوليته. فاللي زعل دي مشكلته، احترم مشاعره، لكن دي مشكلته هو يعالجها. ما بشيلش بقى وانا زعلت فلان وانا ليه قلت كده، ما بخشش في الدايره دي. ال4 خطوات دول بيساعدونا على ان احنا ازاي نفهم شخصيتنا وازاي نعرف نبنيها شخصيه قويه. انا منتور كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.